للدولة مثل الإسلاميين المعتدلين الوسطيين. نرى أن الحكومة السعودية تنتهج سياسة المواجهة مع الإسلام السياسي المعتدل، مثل الإخوان المسلمين واعتبارهم إرهابيين، مثل حتى بعض العلماء والمشايخ السعوديين المعتدلين والمشهود لهم بالعلم وبالنزاهة يعتقلون، مثل الشيخ محمد العريفي. لماذا تتخذ السعودية هذا الموقف؟ الحكومة السعودية لم تكن ملتزمة، يعني من زمان لم تكن ملتزمة. هي نظام امتلاكي مطلق، مو ملك، امتلاك مطلق من زمان. ولكن الملك عبد العزيز والملك فيصل وإلى حد ما الملك فهد كانوا يدركون أهمية مغازلة واسترضاء التيارات الإسلامية، سواء التيارات الإسلامية التقليدية من أيام بن باز بن عثيمين وآل الشيخ، أو التيارات الجديدة، تيارات الصحوة المعتدلة التي لا تفكر في منافستهم في السلطة. كانوا يدركون هذا الأمر ويرضونهم بشيء من الاهتمامات الاجتماعية وبعض السماح بالدعوة والسماح بالعمل الخيري وتشجيعهم في العمل في الخارج إلى آخره. في عهد الملك عبد الله، الملك عبد الله لا يدرك هذا الكلام، ليس عنده المؤهلات، الحس السياسي الذي يدرك في هذا الكلام. أضف إلى ذلك أن خالد التويجري لديه أجندة ليبرالية صريحة، يعني هو يريد أن يعلمن البلد، ما عنده مشكلة يعني. ولذلك استفز المؤسسات التقليدية جدا. يعني الحكومة السعودية لم تكن أصلا مع الدين، عارفين أنها ليست مع الدين، لكنها نجحت في خداع التيارات الإسلامية بشكل كبير في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات. كان ما نستطيع نحاول نقنع الناس ما يصدقون. الآن ما نلاقي صعوبة أبدا في إقناع الناس أن هذا النظام عدو للإسلام والمسلمين، بسبب تمكن التويجري أو بالأحرى توافق التويجري مع الملك عبد الله في إبعاد الإسلام، حتى الإسلام الاجتماعي، عن الساحة. حكاية الاختلاط، حكاية المؤسسات أو كثير من القرارات التي تضرب المنظومة الاجتماعية الدينية، الإعلان المشاركة السعودية في الحلف. يعني لو كان الملك فهد موجود مستحيل يعلن، يعطيهم كل ما يريدون قواعد، لكن مستحيل يعلن، كأنه لم يشارك مطلقا. أما عبد الله لا يدرك هذه أهمية هذا الأمر. النقطة الثالثة أنه رمي عدد كبير من المصلحين في السجون والإسلاميين في السجون، ناس لهم شعبية. الشيخ سليمان العلوان من أعلم أهل الأرض.